السلام عليكم. في بودكاست درة، وبالذات في فقرة أصل الكلمة. اليوم نحب نحكوا على مصطلح عجيب في اللهجة التونسية اللي هو أقعد واقف. نحب نعرفوا أسك المصطلح هذايا صحيح لغويا وإلا لا. لكن قبل ما نبدأ، فضلا وليس أمرا، ادعمونا بالاشتراك في البودكاست وحطوا جيم، ولكم الشكر سلفا. ومنجم نجاوبوا على التساؤل هذايا علميا إلا بطرح السؤال التالي: هل يمكن لفعل أن يأخذ مكان فعل آخر يشبهه في الجملة دون التأثير على معناه؟ أهل الاختصاص صراحة جاوبوا بنعم ولا. في سورة مريم الآية 12 قال رب سبحانه وتعالى لسيدنا يحيى عليه السلام بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وأتيناه الحكم صبيا. وما قالوش امسك الكتاب بقوة، رغم أن أخذ وأمسك متشابهان في المعنى تقريبا. والسبب أن خذ قوية في المعنى، وهي أمر بحمل الرسالة والالتزام بها وتبليغها للآخرين، لكن امسك لا تتعدى أن تكون امسكه بيدك واحتفظ به. والله عز وجل أراد أن يوضح أن سيدنا يحيى عليه السلام يتحمل مسؤولية الرسالة ويطبقها بقوة وحزم، وليس مجرد الاحتفاظ بها. وهنية تغيير فعل بفعل يشبه له يغير معنى بأكمله. لكن في اللغة العربية وكذلك في اللهجات ساعات فعل ياخذ بلاصة فعل آخر باش يعطي نفس المعنى لكن أوضح وأقوى. وفي اللهجة التونسية مناس استثناء، عندنا برشا جمل خديناها من اللغة العربية وبدلنا فيها فعل بفعل وما تغيرش المعنى متاعها لكن أكدناه. مثلا في اللغة العربية بقيت في البيت وليت قعدت في الدار، بقي لي قليل من الوقت وليت قعد لي شوية وقت. في الجملتين هذوما بدلنا فعل بقي بفعل قعد من غير ما بدلنا المعنى، لكن فعل قعد أعطاهم طابع أقوى وأقرب للسامع. وهنية باش نوصل للمصطلح أقعد واقف في اللهجة التونسية اللي في الظاهر متاعه يبان متناقض، كيفاش باش نقعد وفي نفس الوقت ناقف. لكن لو نبدلوا فعل قعد بفعل بقي، المصطلح يولي ابقى واقفا. وبالتالي اقعد في الحالة هذه ما تعنيش اجلس كما يتصورها البعض. وهنا يظهر جمال اللهجة التونسية، وين الفعل يجي باش يكرس معنى حتى وإن كان فيه تناقض. اقعد واقف تركز على التأكيد والحزم وكأنها أمر مباشر باش ما تتحركش وتقعد في بلاستيك. كي تسمعها تحس بالقوة والحزم أكثر من مجرد ابقى واقف. الخلاصة اقعد واقف هي في الأصل ابقى واقف، لكنها أكثر حزم وتوصل أقوى للمتلقي. والله أعلم. والسؤال الآن: هل أشقائنا في المغرب الكبير عندهم نفس المصطلح أو شبيهه؟ يا ريت ينورونا بتعليقاتهم، ولهم ولكم منا فائق الاحترام والتقدير. أخيرا، إذا عجبتكم الحكاية ما تنسوش تشتركوا في البودكاست وتدعمونا بجيم. وشكرا على المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء في أصل كلمة أخرى.